واهلا اهلا بالعيد. مرحب مرحب بالعيد. السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، كل سنه وكل الناس كلكم طيبين وبخير، وكل احبابكم يا رب وحبايبكم يكونوا كويسين. تعالوا بينا في بدايه الفيديو نصلي على سيدنا النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى فيديو بهجه، فيديو فرحه، فيديو جمال، فيديو انبساط كده، حاجة جميلة جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. ده اول يوم العيد، صحيت من النوم كده. ده كان بعد صلاة العيد على طول، مرضيتش اصور لكم بقى صلاة العيد وكده. انا بقى في البلد، فانا عايزة اوريكم اجواء العيد عندنا في البلد عاملة ازاي. كنت بوريكم العباية بتاعتي، قولوا لي رأيكم فيها عباية العيد. وفاء اختي بقى كانت عاملة مفاجأة لساندي وريم، وكانت محضره لهم اللي هي زي المحافظ دي اللي هي بتحط فيها العيديه، ومكتوب عليها اساميهم: العيد احلى مع ريما، والعيد احلى مع ساندي. اتبسطوا بيها قوي قوي. وتعالوا اوريكم بقى جوزي عمل فيا ايه. كل سنه وانت طيب. طيبة. دي بس. ايه الحمراء دي بس. وهنا وفاء بقى اختي كانت بتدي ساندي وريم العيديات بتاعتهم، ما كانش معاها فلوس جديده، فكانت حطت لهم العيديات كلها خمسات. المهم يعني ايه، حطيتها كلها خمسات وحطيتها لهم، هم اتبسطوا بيها قوي قوي قوي، قعدوا يحضنوها ويبوسوها. بصوا بقى، طبعا هو انا جوزي كان ضحك عليا واداني 50 جنيه وكده، بس هو لا، اداني اكتر من كده واكملهم بعدين. انما عشان انا كنت بصور في الفيديو بقى قعد يقول لي ايه، قعد يرخم يعني. فاداني ال 50 جنيه دي وقال لي هي دي عيديتك، بس لا، هو كملهم لي يعني. مش هقول لكم بقى اداني كام. عشان ايه مش عارفه. بس مش هقوله وخلاص. بصوا، ريم ساندي بقى كانت مبسوطه قوي قوي بالمحفظه دي، وكانت كل ما حد يديها عيديه تاخدها تحطها في المحفظه الجديده اللي خالته ايه عملتها لها او اديتها لها. وبتعمل برضو بتاعت اختها اهو، وبتعد لها بقى لمبة قد ايه وكده. دول اللي وفاء اديتهم لها. بصوا بقى، دي المفروض اسمها صينية الضيافة عندنا. بنحط فيها ايه، بنحط فيها سوداني مقلي او محمص يعني، ونحط فيها ترمس، وبنحط فيها كحك العيد والبسكوت بتاع العيد، وطبق فيه حلويات ملبسات وشوكولاتات وكده، وممكن مثلا بسبوسة. وفي كمان طبق بيبقى فيه بلح زي البلح بتاع رمضان اللي هو بيبقى ناشف ده. تعالوا وريها لي كده. طب ما جبتيش لون بينك؟ وريني، طب استنى. مع البنج وانا كمان يا سند. بتنور. سند جيبيني هاتي 10 جنيه من معاك. صولجان. هطلع لك 10. طلعي. يلا خدي. اجيب لها ماشي. جيبي لي زي بتاعتك. ماشي، هاتي لها بقى بينك. مفيش بينك؟ عايزه بينك. لا فيه. انا عايزه بينك. ماشي. دي بتعمل اشكال. ايوه. تيجي معايا. وزي ما انتوا شفتوا كده في المقطع اللي فات ده، كانت ساندي بقى منطلقه هي وريم. تقريبا انا رحت قضيت العيد في البلد، علشان احنا هنا في القاهره ما بيبقاش فيه اجواء للعيد زي عندنا في البلد. هما بيلعبوا ويتبسطوا ويخرجوا، وانا حابه ان ولادي يعيشوا نفس الاعياد الجميله اللي احنا عشناها واحنا صغيرين، وللاسف ده مش موجود عندنا هنا في القاهره. وكمان طبعا عشان ابقى موجوده في وسط اهلي انا كمان يعني. هما بقى كانوا بيلعبوا واتبسطوا، وكانوا بقى خلاص جم من صلاه العيد بعد ما صلينا احنا العيد في البيت. فدخلت بقى عشان احضر لهم. هم فطروا بقى شاي بلبن الصبح، يعني الجماعه بقى عندنا بابا وماما وجوزي وكلنا بقى مع بعض فطرنا شاي بلبن وبسكوت وكحك وكده، حاجه بسيطه كده. وبعدها بدأنا نعيد على بعض، يعني ايه، عيال عمي ومش وكده وعمامي وكده يجوا يعيدوا علينا، واحنا نروح نعيد عليهم. واحد يعني من فرد من افراد الاسره هو اللي يروح، مش الكل. والجيران يجوا يعيدوا علينا من على السلم كده، يعني كل سنه وانتم طيبين. دي بتبقى عاده برضو عندنا في البلد. ما كانش ينفع طبعا اصور كل الناس اللي جات لنا، ما شاء الله الناس كتير جدا 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 بتيجي من على السلم. كل سنه وانتم طيبين، ويندهوا على اسم بابا او على اسم اخويا: كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. واحنا برضو كذلك. لازم 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 الجار والقريب، يعني اي حد قريبك او اي حد جارك لازم بنجبر بخاطر بعض كده ايه. وهو العيد بقى فرحته في كل العادات والتقاليد الجميله دي. المهم يعني استنينا شويه كده، كنا قبل الظهر بحاجه بسيطه يعني، نمنا بقى شويه لان احنا كنا صاحيين بدري جدا ومطبقين. وصحيت انا بقى من النوم، قلت بقى اطلع الرنجه طبعا، والرنجه والملوحه والكلام ده كله. بس احنا بصراحه ملناش في الملوحه والفسيخ، فعملت الرنجه اللي كانت متوفره دلوقتي. محمد اخويا طلع عشان يجيب لنا سردين مملح، بس ملقاش حد اصلا شغال. قلت له خلاص انا هعمل الرنجه الموجوده وخلاص. فانا ايه، عشان انت تستغربوا اللي انا عملته في الاول كده، انا بقى عملت ايدي بالزيت علشان اللهم صل على النبي. الرنجه ما تعملش زفاره في ايدي، فاهمني؟ فانت لما تدهني ايدك زيت قبل ما تبداي في الرنجه ما تعملش زفاره معاكي. انا هنا كنت بخلي الرنجه كلها بسلخها الاول وهي
نيه كده، هم هنا بيحبوها تكون مشويه. وكنت كمان محضره بطاطس محمره، فكنت بطلع كده البطاطس ما شاء الله، طلعت كميه كبيره جدا وعملت كميه كبيره. بس ايه بقى، ساندي وولادي كل شويه يجوا ياخدوا كام صباع ويطلعوا يلعبوا، كام صباع يطلعوا يلعبوا، فخلصوا البطاطس وانا واقفه بعملها، بس مش مهم يعني زودت عليها تاني. وهنا بقى يعني في جزء مننا بيحب الرنجه مشويه على النار، وفي جزء ما بيحبهاش مشويه، بيحبها زي ما هي كده بطعمها. وكلنا بنحبها بقى اللي هي بسلطه الرنجه اللي انا بعملها وبجهزها دي دلوقتي. فقطعت الرنجايتين كده، خدت واحده يعني مخليه من اللي انا خليتهم، حطيتهم كلهم في طبق واحد. وهاخدهم بقى، هاخد منهم بقى للي هتتشوي. هطلعها. ده يا جماعه كان كيلو رنجه ما شاء الله، واتبقى منه كمان. اللي هتتخيل، اللي اللهم صل على النبي، اللي هتتشوي بطلع منها، واللي هتتاكل كده بطلع منها، واللي هتتعمل سلطه زي ما انتم شايفين كده. جبت كمان طماطم واقطعها بقى زي السلطه كده، هي سهله جدا سلطه الرنجة على فكره. طماطم وبصل وفلفل اخضر لو فيه، او انتوا حابين براحتكم. و اللهم صل على النبي، ليمون، طحينه، شويه خل، شويه شطه. تظبطوا بقى زي ما انتوا عايزين. عايزه اقول لكم ان انا بعشق الاكلات دي، خصوصا الاكلات اللي هي التحابيش بقى دي، اصلا تبقى يا لو فضلت اكل منها كل يوم ما اشبعش. فاللهم صل على النبي، عملت كده خلاص سلطة رنجة وجهزتها. كانت وفاء بقى ايه ورايا بقى، بتشيل مني او بتجهز معايا، بتلم ورايا كده يعني اهو. هنا بقى كنت بعصر عليها الليمون خلاص. وكنت حطيت صينية على النار علشان هنا كنت بحط شطة، بنحط الشطة في الكيس ده، وجواه كيس تاني، وجواه الكيس الاسود الكبير ده علشان الولاد يعني بيلعبوا بقى في كل حاجة في البيت. ففي التربو بتاع التوابل ده اللي جنبي على اليمين ده، هما بيجوا يلعبوا في اي حاجة بقى فيه. فماما يعني بتخاف، فاروح بتحطهم بقى في الكيس ده، وتروح قافله عليه بكيس اسود علشان ما يقربوش منه يعني، او يخافوا ان هم يقربوا له. وقطعت كمان بقى شويه طماطم وشويه خيار اهو، واقطع كمان فلفل اخضر. الفلفل ده طعمه روعه يا جماعه، فظيع فظيع والله. طعم الفلفل اللي الواحد ممكن يكون ما دقهوش بقاله اكتر من 15 سنه مثلا يعني. برغم ان هو مش كبير وكده، لا بس طعمه طعم فلفل جميل بتاع زمان ده، مش الفلفل الكبير تحسوه عامل شبه الميه. وقطعت كمان كده ايه كام حته بصلايه كانت متبقيه مني من سلطه الرنجه، ما مرضتش ان انا ازود، لان احنا بقى يعني لسه طالعين من صيام، والمعده مجروحه يعني لسه برضو، فمش عايزين نرهق نفسنا شويه، مع اننا والله تعبنا بسبب الاكله دي، بس مش مهم. كله يهون مفيش مشكله. حطيت بقى صينيه وسخنتها كويس جدا جدا على النار عشان اشوي فيها الرنجه المخليه زي ما انتم شايفين اهو. حطيت بقى ايه الجزء اللي احنا عايزين نخليه، والجزء التاني اهو، ده كده اللي اتخلى، اللي اتشوى، وده اللي اتخلى. هنا بقى كنا بنحط الاكل، ولو جبنا ازازة حاجة ساقعة كمان عشان اللي عايز يشرب حاجة ساقعة مع الاكل يبقى براحته، واللي عايز يشرب بعد الاكل برضو براحته. وبنرص الاكل اهو. وكان في نص بطيخ، كان في بطيخة، فقلت لهم لا احنا هناخد نصها دلوقتي، عشان يعني اللي هيتبقى مش هينفع نسيبه في التلاجة عريان كده، والنص التاني هنبقى بالليل بقى في السهرة نبقى نحطه مع بقية الفاكهة وناكل مع بعض. هنا بس كنت بلقط لكم الصورة المصغرة بتاعت الفيديو ما حدش يركز معايا. عايزه افكرك بقى لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو، يا ريت تدعميني بلايك حلوه منك على الفيديو وكومنتك الجميل. عايزه اقول لكم البطيخه كانت مسكره وطعمها يعني تحفه، والرنجه كانت فظيعه، والبطاطس جميله جدا، ودي الرنجه المشويه بصوا بقى حاجه كده ما شاء الله. واحلى من ده وده وده يعني اللمه اللي احنا كنا فيها. وادي سلطه الرنجه بالشطه بتاعتها حاجه كده ما شاء الله، مش عايزه اجوعكم. والجرجير والايه والطماطم والخضار اللي احنا حطيناه. هنا بقى كنت خلاص يعتبر اخر اليوم او اخر النهار كده بشويه، قبل اخر النهار بشويه كنا بنجهز للعشاء. فما شاء الله لا قوه الا بالله، ايه عملنا 3 بطات طلعتهم، وقلت بقى ايه اقطعهم واجهزهم واغسلهم. لا مش كان اخر النهار يعني، ممكن ده كان تقريبا بعد العصر. قلت بقى عشان ايه يلحق انقعهم وانضفهم وكده. وكانوا اصلا كنا مطلعينهم من الفريزر من قبلها بيوم، يعني يوم الوقفه بالليل كنا مطلعينهم من الفريزر، وعلشان احنا عاملين حسابنا مثلا احنا هنعملهم ايه النهارده. تمام. فقلت ايه اقطعهم بقى، وعشان اسيبهم مغسولين وانقعهم في دقيق وليمون وكده، وتبقى كل حاجه نظيفه ساعه العمايل يعني لما اعمله. ويا جماعة برضو كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم يا رب وعلى الأمة الإسلامية كلها. ربنا يبلغنا يا رب رمضان القادم لا فاقدين ولا مفقودين، ويتقبل منا ومنكم الصيام والصلاة وصالح الأعمال يا رب العالمين. وبجد بجد بجد يعني أنا بفتقد رمضان جدا جدا طول السنة. يعني مش عايزة أحكي لكم وأوصف لكم وأقول لكم أنا أصلا ببقى متضايقة قد إيه إن رمضان
خلص، او رمضان يعني خلاص مفيش صيام تاني، مفيش تحضير فطار، اللي احنا بننتظر الاذان لا لا، حتى الروحانيات بتاعت رمضان سبحان الله بتبقى فيه رحمة كده من ربنا بتنزل في الشارع بين الناس. وسبحان الله مع اخر يوم في رمضان بتترفع، مش عارفة انا بحس كده، تحس ان لا خلاص رمضان مشي بروحانياته برحمته مش عارفة والله، الطيبة اللي كانت بتبقى في الناس، الحب، الكلام ده. مش عارفة بقى انتوا زي كده ولا انا اللي مزودة الموضوع ايه ولا ايه، مش عارفة، بس بحس ان شهر رمضان ده حد من افراد عيلتي وهيغيب سنة، هيسافر مثلا ويمشي ويغيب سنة. احنا بندعي ربنا يا رب يبلغنا واياكم رمضان القادم، ونكون كلنا في افضل صحة وكويسين احنا وكل احبابنا وحبايبنا ان شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. واقول لكم بقى اخيرا وليس اخيرا، ان شاء الله كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. واتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وتكونوا كده ايه حسيتوا بفرحة وبهجة زي الفرحة والبهجة اللي احنا كنا فيها، او احنا كنا حاسين فيها. وان شاء الله باذن الله هصور لكم بقى برضو في فيديو جميل جدا ان شاء الله بحضره لكم بعد الفيديو ده، هيعجبكم قوي قوي برضو، حاجات كده من اجواء العيد. واسيبكم بقى في رعاية ربنا سبحانه وتعالى، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.